السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى حبيباتي لقاكم الفيديو تاعي بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب العالمين. بمناسبة الشهر الفضيل نتمنى لكل متتبعاتي رمضان كريم تصوموا بالصحة والهنا ان شاء الله يا ربي. اليوم حبيباتي راح نقدموا مع بعضنا لي بالجيلاتين. وصفة رائعة خفيفة، لاباط تاعها سهلة وتحضر في ساعة، ويعني تتحمر الوجه وتفرح أطفالك صدقوني. رائعة، نتمنى تجربوها وتتبعوها معايا. نبدأ بالمكونات على بركة الله. عندنا هنا 125 غرام زبدة، يعني ربع العلبة تاع 500 غرام. نضيفوا لها نصف كأس سكر، ندخلوا الزبدة مع السكر مليح. هنا هذه عجينة مسكرة، راح يبقى لك السكر كيما هكا احر شوية فيها. نضيفوا لها بيضة، نضيفوا رشة ملح، رشة خفيفة ملح، وملعقة صغيرة تاع قهوة هكا، ولا على راس الملعقة تاع الحليب خميرة كيميائية. هنا تعملي شوية فقط باه تجيك لاباط خفيفة وما تطلع لكش في زبدة القهوة نتاعها. نزيدوا كذلك هنا الفانيلا تعطيها نكهة رائعة، ملعقة فانيلا. نلمو ب2 كأس فرينة، ما يعادل 250 غرام. نضيفه تدريجيا. هنا يعني حسب البيضة ممكن يفضل لك شوية كي تعود البيضة صغيرة، ولا كي تعود البيض كبير تجيك قد 250 غرام. هنا تلميها بلا ما تعجني. خلو لاباط تاعنا ما تكونش طريه ياسر وما تكونش يابسه، يعني عجينه متوسطه كما تشوفوا. تلميها هكا مليح. يعني المكونات تاع الوصفه هذه ما في المتناول، يعني مشي غاليه، كي تعمليها في الدار تجيك تكلفه اقل بكثير كما تشوفي. نجيبو هنا المول تاعنا هذا للقطر تاعو 25 سنتيمتر. هنا نقسموا العجينه تاعنا لانه راح تعمل لك كميه مليحه، تعمل لك المول هذا الكبير وثلاثة ولا 4 من المول الصغير. هنا باه تحليها من الاحسن تستعيني بصاشي هذه ديما نقول لكم تاع البوراك، انا نخليها نخدم بها لانها غذائيه. نحلو لاباط تاعنا. هنا القطر هك تاع العجين راح نعملوه اكثر من 25 سنتيمتر باه يطلع لنا للحواف. نهزوه العجينه يعني مبسه مليح، تهزيها برفق برك ونحطوها في المول تاعنا. نوقفوا لها الحواف. هنا مبسه ياسر، معليش كي تزيدي هكا من الحواف.
نريقلوها كما تشوفوا هيك بشوي حتى كي تبقى لك بلاصه تعملي العجينه هكا تخافيش منها تتريقل لك عادي. هنا نكمل الليمون في العجينه في الليمون اللي بقى تعمليها بهذا الشكل. هنا تكون شويه عندها حافه. هنا ما تنسايش تثق بها مليح. نحطوها طيب لنا نحطوها في الوسط ونشعلوا عليها من التحت. طيب لنا نزيدو نهبطوها نشحلوا عليها من الفوق تتحمر شويه دوغي ونرجعوا. في الاثناء اللي طيب لاباط حنا نستغلوا الوقت نحضروا الكريم باتيسير. عندنا هنا 3 صفار بيض نضيفوا لهم نصف كأس سكر عادي تاع القهوه. نضيفوا لهم نصف كأس نشا. نحركوهم شوي مع بعضهم. احنا عندنا نصف لتر حليب حطيناه على النار يدفى. نحو منه فنجان وهو دافي قبل ما يسخن باه ما يطيبلناش البيض. نضيفوه للصفار والسكر ونشا هذا بشويه والنصف لتر الاخر يغلي لنا. حنخلوه حتى يسخن مليح. بعد ما سخن الحليب وكنا خلطناه مع بعضهم نجيبو الحليب تاعنا نصبو عليه ونحركو على النار بطريقه مستمره حتى نتحصلوا على الكريمه تاعنا. عفوا كنت نسيت الفانيلا. هنا نزيدو ملعقه تاع قهوه فانيلا ونرجعوها على النار. بعد ما تحصلنا كما تشوفوا على الكريمه هذه قوامها رائع نزيدوا لها نصف ملعقه زبده نذوبوها فيها نخلوها تبرد شويه نغطوها بابي سيلوفان يكون مطابق لوجه الكريمه ونحطوها في الثلاجه تبرد حتى نكملوا باقي الخطوات. بعد ما وجدت الكريمه تاعنا طابت لنا كما تشوفوا الطرطولات تاعنا رائعه دوغي كيما هكا. نخلو الكريمه تبرد نحركوها مليح. هنا ما كان لازم نستعملوا بوشادوي لان راح نغطوا الوجه كامل بطبقه مليحه من الكريمه. هنا واش عندك فواكه تستعمليهم. انا عندي شويه نتاع الفراز والموز نزينهم على الوجه. بهذه الطريقه باه ما يطول لكمش الفيديو نكمل نستفهم كامل ونرجع. بعد ما كملنا زينا الطرطولات تاعنا نجيبو هنا كأس ماء ونجيبو ملعقه سكر عادي تاع القهوه مع ملعقه جيلاتين نحركوهم مليح نخلوه مده شويه حتى يذوب لنا الجيلاتين تاعنا واحد 3 دقائق ونحطوهم على النار مع التحريك المستمر بالفوي حتى نتحصلوا على الجيلاتين تاعنا عاقد ونزينوا به. بعد ما تغلى لنا الجيلاتين مع السكر والماء نخلوه على جنب ونحركوه شويه نخلوه حتى يبرد. تحصلوا على السائل هذا البارد باه ما يفزلكش الكعكه. نزيدوه من الفوق وهو بارد كيما هكا نحطوه في الثلاجه الى حين التقديم نلقوه تماسك. شهيه طيبه ولينا وليكم. اتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.